الله أكبر الله أكبر الله أكبر. في كل حي وممر مسجد، وكل هذه المساجد ملاذ ومكان آمن لجميع المسلمين. وقد شهدت بعض هذه المساجد أحداثا مختلفة أو تتمتع بمزايا خاصة من حيث العمارة أو العصور التاريخية القديمة، ما يميزه عن غيره من الأماكن في المدينة. كابول هي مدينة ذات كثافة سكانية عالية، وهي مدينة يتزايد عدد سكانها يوما بعد يوم، وهذه الزيادة في عدد السكان الحضريين تجعل الحاجة إلى بناء المباني والهياكل الجديدة في المدينة أكثر واقعية، ولكن هذه الإنشاءات تعطي المدينة وجها جديدا كل يوم. نحن نبحث عن النبض المفقود للمدينة. لكل مدينة هويتها التاريخية الخاصة، وفي كل مدينة هناك مناطق وممرات تعبر عن هوية تلك المدينة وتعتبر جزء من تراث تلك المدينة التاريخي والثقافي. المدينة القديمة في كابول، والمعروفة أيضا باسم المدينة القديمة بين سكان كابول، يعود تاريخها إلى آلاف السنين. حتى في خضم التصنيع الحضري والتحديث، لا يزال نسيج المدينة القديمة ونبض التاريخ ينبض فيها. تم بناء هذه المدينة باستخدام فنون معمارية قديمة، ومنازلها هي مبنية من الطين والحجر والخشب. الأبواب والنوافذ لهذه المنازل مصنوعة بأناقة خاصة، ولكن لسوء الحظ لم يعد هذا النمط من النجارة معروفا اليوم. أحد المعالم التاريخية في كابول يقع في سوق سرج وزقاق الحدادة في قلب المدينة القديمة. مسجد جدري نموذج من الجمال، مظهر خاص من مظاهر الفن والعمارة الإسلامية. مسجد جدري هو أحد المساجد التاريخية في مدينة كابول، ويقع في الناحية الأولى من مدينة كابول. يبلغ طول هذا المسجد 60 مترا وعرضه 40 مترا، وتبلغ مساحته الإجمالية ب2400 مترا. المبنى الرئيسي لهذا المسجد هو مستطيل الشكل، طوله الداخلي 40 مترا وعرضه 14.5 مترا، وصمم بقبة كبيرة على تغطية حديدية. وقد روي العديد من الروايات حول وضع الأساس لهذا المسجد وعمره التاريخي. وبحسب بعض الروايات والاقتباسات من كتاب المعالم التاريخية لكابول للعلامة وحيد خليل، فإن عمر هذا المسجد يقارب ب600 عام، ويعود تاريخ تأسيسه إلى عهد شهجهان. يعد هذا المسجد مثالا جميلا لتحفة الفن من إمبراطورية جورجاني في الهند. يعد مسجد جدري أحد أقدم مساجد كابول، ويعود تاريخه إلى ما يقارب 500 إلى 600 عام. يعني أن هذا المسجد بني أولا في عهد شهجهان، ثم أعيد بناؤه في عهد أورنجزيب، أي بين عامي 1658 و 1707 ميلاديا. يعد مسجد جدري أحد المعالم التاريخية الشهيرة في كابول، ويعود تاريخه إلى العصر المغولي.
وقد بني على شكل مستطيل على مساحة 24,000 متر مربع. که به شکل مستطیل ساخته شده است. هناك روايات مختلفة. البعض يقولون أن الطابق العلوي عمره 365 سنة، ولكن طابقه الأرضي عمره أكثر من 300 أو 500 سنة، كما هو واضح من طوبه وجدرانه أنه أقدم من الطابق العلوي. ويقال أن هذا المسجد تم بناؤه في عهد شهجهن، ولكن الحفريات التي أجراها علماء الآثار تشير إلى أن عمر هذا المسجد يعود إلى ما قبل عهد شهجهن، وتم إعادة البناء والتجديد في عهد شهجهن. لقد تم تأسيس هذا المسجد في مرحلتين عبر التاريخ. من المحتمل أن هذا المسجد قد تم بناؤه لأول مرة منذ حوالي 500 إلى 600 عام، وبسبب عمقه بالنسبة لسطح الأرض وما حولها، فقد تعرض هذا المسجد للتدمير مضطرا، وبني على أنقاضه المسجد الثاني. بني هذا المسجد على عمق كبير لوقوعه في حفرة محاطة بالمياه وغيرها، ولأن المياه وغيرها كانت تسبب دمار المسجد، أعيد بناؤه في الفترة التالية عندما أعاد أورنجزيب بناءه بين عامي 1658 و 1707، ويبني على طراز العمارة الهندية المغولية. استخدم الطراز المعماري المغولي في مسجد جدري الذي يبلغ عرضه 40 مترا وطوله 60 مترا، وبني بشكل مستطيل يتألف هيكله من أقواس وأعمدة زخرفية وأروقة والفن المعماري الخاص، وهي عناصر تشبه العصر المغولي. إن بناء المسجد له أهمية بالغة في العمارة الإسلامية، لأن المسجد كان دائما يعتبر ويحظى بالاحترام كمكان للعبادة والاجتماع وحل العديد من النزاعات، فضلا عن إقامة العديد من الاحتفالات. وقد حاول الحرفيون والفنانون استخدام كافة مهاراتهم وخبراتهم للعب دور في خلق قوته وجماله وأجوائه الروحية. وفي الواقع فإن المسجد هو مجموعة من الفنون المتنوعة التي عندما تجتمع معا تخلق مساحة ومكانا خاصا، مساحة ومكان مناسبين لخلق علاقة بين الله وخلقه، ولا يشغل روعته وأناقته وزخرفته العقل البشري عن الاهتمام بالله. تشير العمارة الجرجانية أو العمارة المغولية إلى العمارة في الهند من عام 1530 إلى عام 1850، وهي فترة حكم ملوك الجرجانيين في الهند. ومن أهم سمات هذا الطراز المعماري هي القصور والمساجد والأعمال الزخرفية المفصلة. يعود أصل هذه العمارة المغولية إلى العصر التيموري في هرات. في البداية بلغ هذا الفن ذروته في منطقة هرات خلال العصر التيموري، لاحقا وببطء كما تعود عائلة بابر إلى 8 أجيال
إلى التيموريين في هرات. هؤلاء قد قدموا هذا الفن وطوروه، ومن أهم مميزاته أن الأروقة له ترونها على الجدار داخل المسجد هي مصنوعة من الطين الممزوج بالتبن والأروقة المتصلة بالجدار. وبداخل هذا المسجد يمكنك أن ترى أنه في سقف هذا المسجد نفسه تبدو الزخارف الحلزونية الشكل. على سقف المسجد نفسه حيث أنت وأنا الآن يبدو أنها واحدة من خصائص الفن المعماري المغولي الهندي. في العصور القديمة كانت المساجد تبنى على مساحات صغيرة جدا من الأرض، ومع ازدهار العمارة المغولية وخاصة في عهد شهجهان وأورنجزيب وحتى جلال الدين أكبر توسعت باحات المساجد تدريجيا، ويعود ذلك إلى الخضرة والزهور وتنسيقات الزهور للزينة. ومن الأمثلة على ذلك هنا هي حديقة بابر أو تاج محل في الهند. تعرض مسجد جدري للتدمير بنسبة تزيد عن 50% خلال الحروب الداخلية وتحول إلى خراب. ولحسن الحظ وبفضل جهود وزارة الإعلام والثقافة وبالتعاون مع منظمة الآغا خان الثقافي الذي ينشط في بناء وترميم المعالم التاريخية، بدأت أعمال الترميم في عام 2015. خلال الحروب لحقت بعض الأضرار بالمسجد. لحسن الحظ بدأ العمل على إعادة بنائه عام 1383 واستمر لنحو 7 أو 8 سنوات. لحسن الحظ تم ترميم المسجد بالكامل وهو الآن مفتوح أمام المصلين. لنحو 25 إلى 30 عاما كان هذا المسجد مجرد شهيد وخراب، صارت طريق لعبور الناس من هنا، لكن لم يكن من الممكن استخدامه بشكل صحيح. الاستخدام الذي يجب أن يكون من المسجد وفقا للشريعة الإسلامية لم يكن يستخدم، كان يستخدم بشكل خاطئ. كانت قد بنيت المدارس هنا، وجاءت هنا كلية باسم إعادة الإعمار من جامعة كابول، وكانوا ينفذون أعمالهم العملية هنا. ثم وبموجب اتفاقية بين وزارة الحج والأوقاف ووزارة الإعلام والثقافة ومنظمة خيرية أعتقد أنها منظمة آغا خان، تم ترميم المسجد، وعلى مدى 8 سنوات أعيد ترميم المسجد إلى تصميمه الأصلي وأصبح صالحا للاستخدام، وأعيد افتتاحه عام 1300. فوق مدخل هذا المجمع له جمال فريد من نوعه. يحتوي هذا المبنى على سقف من طابق واحد مع طوب مربع في المنتصف في نمط حلزوني حول المركز، وفي أسفل منه المقرنصات المغولية والدرانية مع أعمدة التنورة والسقفية التي تمنح مبنى الدخول جمالا خاصا. يحتوي هذا البناء على فناء من الشمال والجنوب، أرضيته مرصوفة بالطوب المحروق وجدرانه مغطاة بالقش والطين الممزوج بالتبن. هناك 3 فنون في مسجد جدري هذا، وحسب الروايات التاريخية والوثائق المكتوبة هناك 3 فنون: الفن الهندي المغولي، والهندي المغولي، والفن الدراني. كما إننا وأنتم هنا الآن في هذا المسجد. إذا دخل الزائر المبنى من الخارج، أولا يرى باب المدخل، وهو كبير جدا مصنوع من خشب جوز مزين بزخارف متينة، وهذه الزخارف مزينة على شكل أزهار اللوتوس
وفوق باب المدخل استخدمت مئذنتان لجذب الانتباه وتزيين هذا المسجد. المواد المستخدمة هي الطين والطوب والكلس ونحت الجص، وهي مواد استخدمت في العصر المغولي وجددت في العصر الدراني. بعد دخول ساحة هذا المسجد التاريخي يظهر المسجد الرئيسي الذي يقع إلى الغرب من الساحة. يوجد بابان للدخول تم بناؤهما على الطراز المعماري المغولي الهندي، يفتحان الطريق لدخول المسجد. تحتوي هذه الأبواب على قوس مدخل وعمودين، أحدهما مثمن الشكل والجزء العلوي وهو على شكل وردة مغطى بالحديد، وهذه الأعمدة الحديدية مزخرفة على شكل زهرة اللوتوس، وهي مبنية على جانبي قوس مدخل مبنى المسجد بالإضافة إلى الأعمدة البارزة. هناك أيضا نقوش عند المداخل، والتي تم بناؤها على طراز الزخارف المغولية الهندية والدرانية. مسجد دارای 4 مناره است که 2 منار به طرف چپ و 2 منارشان به طرف راست که به شکل گلدسته. للمسجد 4 مآذن، 2 على اليسار و2 على اليمين، على شكل باقة أزهار قبته مغطاة بغطاء حديدي على شكل مقص يلفت الانتباه. للمسجد نفسه محراب حجري في الأسفل ومحراب من الطوب في الأعلى في الطابق الأول حيث يقف الإمام لأداء الصلاة. هذه الميزة شائعة في جميع مساجد العصر الإسلامي. خشتی موجوده که مولای امام جهت ادای نماز اونجا استفاده میشه که در تمام مساجد دوره اسلامی مراعات میشه. المواد المستخدمة في بناء المبنى الرئيسي هي الخشب والطوب المحروق والطوب الخام وقش الطين والحجر الجبلي، الطين الممزوج بالتبن والقش والجير، والكسوة الحديدية للمبنى التي تشكل المبنى. وفي فناء القصر المتصل بالجدار الشمالي للمجمع يوجد المسجد الشتوي لهذا المجمع، ولم يبق منه سوى محرابه. السبب في كون المسجد الربيعي والشتوي في هذا المجمع منفصلين هو أنهما يعتمدان على الأساليب المعمارية المغولية الهندية والدرانية وكابل. هذا المسجد الذي أنا وأنتم الآن موجودون فيه يتألف حاليا من جزئين رئيسيين في طابقين. لا نستطيع أن نسميهما طابقين، ولكن لأن الطابق الأول قد هدم سابقا فيمكننا تسميته كذلك. هذا الطابق مبني بالكامل من أعمدة حجرية مصنوعة من أحجار جبلية، وقد استخدمت في بنائه من مواد ساروج. وفي أجزائه العليا حيث نحن وأنتم الآن يتكون هذا المسجد من 5 أجزاء، كل جزء مفصول من الداخل بهذه الأعمدة. وبداخل هذه الأروقة بنيت أواوين بشكل مفتوحة تتسع ل 580 شخصا. خلال الحفريات التي قام بها علماء الآثار أثناء ترميم وإعادة بناء هذا المسجد، اكتشف علماء الآثار واستخرجوا عددا من القطع الأثرية التاريخية، بما في ذلك العملات والفخاريات وغيرها من القطع الأثرية التاريخية. ولتحقيق هذه الغاية قررت وزارة الإعلام والثقافة إنشاء متحف محلي في هذا المسجد لعرض التحف الأثرية الموجودة في هذا المسجد للمشاهدين والزوار. أثناء ترميم المسجد أجرت فرق من وزارة الإعلام والثقافة بعض الحفريات فيه، وتمكنا من تحديد بعض القطع الأثرية التي كانت موجودة سابقا في المسجد، وكانت لدينا خطة لبناء متحف محلي. ذكرت سابقا أن هذا المسجد يتكون من طابقين، أرضي وعلوي. أردنا أن يكون الطابق الأرضي متحفا محليا يحفظ الآثار القديمة التي وجدت هنا، وأن يكون مقصدا سياحيا للزوار.
في عامي 1397-1398 قامت منظمة آغا خان بإشراف المهندسين من مديرية الآثار التاريخية ومديرية حفظ وترميم الآثار التاريخية بوزارة الإعلام والثقافة بإعادة بناء هذا المسجد. وقد تقدمت أعمال إعادة إعماره مثل بعض أقمشة المقرنصات التي دمرت مقرنصاتها بالكامل ولم تعد موجودة. أقمشة هذه المقرنصات موجودة حاليا في الطابق الأرضي لهذا المسجد، وقد استعيدت منه أيضا بعض الأعمال الفخارية وربما بعض العملات ونقلت إلى المتحف. لا أملك معلومات دقيقة حول هذا الأمر، وهذه ضرورة للمتحف الذي يفكرون في إنشائه. ينبغي وضع هذه الأعمال من الأقمشة الزخرفية والأقمشة الفخارية التي بقيت من العصور الماضية وخاصة من العصر المغولي في واجهات عرضا خاصة لعرضها على الزوار، وبذلك يمكن لكل زائر أن يتعرف على تاريخ هذا المسجد العريق. الحمد لله ثم الحمد لله. ومع وصول الإمارة الإسلامية إلى أفغانستان تم إصلاح وترميم العديد من المساجد والمدارس، وهذا هو أملنا وتوقعنا، كما أن الشريعة الإسلامية أيضا تقتضي ذلك، بأن الإمارة الإسلامية لا بد بها من معالجة النواقص والثغرات في المساجد والاستمرار في معالجتها. عندما سلم هذا المسجد للترميم بموافقة الوزارات، كان من المفترض إعادة بناء المسجد بأكمله، وأن يكون الطابق الأرضي للمسجد صالحا للاستخدام، وأن يبنى متحفا على يمين ومسجدا شتويا لسكان المنطقة. كذلك نظام الكهرباء في هذا المسجد ضعيف جدا، إذا قمنا بتركيب مروحة أو 2 فيتعطل النظام. ثانيا، كان من المفترض بناء مسجد شتوي للشعب ولكنه لم يبنى. والثالث، العشب الذي ترونه شديد الملوحة وماؤه كذلك شديد الملوحة. نبذل قصارى جهدنا لحماية الأشجار والنباتات والعشب، لكننا نفقد الأشجار كل عام، وتجف الأشجار بسبب ملوحة التربة والمياه. لذلك فإن أملنا وتوقعنا من الإمارة الإسلامية ووزارة الحج والأوقاف هو معالجة هذه المشكلة. أفغانستان بلد يتمتع بتاريخ وثقافة غنية، ويولي الشعب الأفغاني أهمية كبيرة للحفاظ على قيمهم التاريخية والثقافية. تعتبر المعالم الأثرية والعمارة التقليدية والأحداث الثقافية كنوزا وطنية يجب الحفاظ عليها. تعد المساجد والمواقع التاريخية من الأماكن الجاذبة للسياح، حيث يمكنهم زيارتها والاطلاع على تاريخها والتعرف على الطراز المعماري الذي بنيت عليه. وبالطبع ينتمي كل طراز معماري إلى حقبة تاريخية معينة، ويزور السياح المحليون والأجانب المواقع التاريخية من وقت لآخر. نحن على اطلاع، ونحن نحاول إنشاء خطط أفضل ومرافق أفضل في هذا المكان حتى يتمكنوا من الاستمتاع برؤية المواقع التاريخية بنفس الحماس والاهتمام الذي لديهم في هذا المكان. مسجد جدري. وقع مسجد جدري في قلب كابول. إن قلب كابول هو شهر كهنة كابول، وهنا وقع زقاق سراجي، خرابات، آهنجري، وتختبل. هذا المسجد بعراقته التاريخية يمكنه أن يجذب السياح والزوار. الصور ومنظر المسجد التي تدل على تاريخه القديم. التاريخ والناس الشاهدون يقولون إن أساس هذا المسجد وضع في عهد أورنجزيب الهند، فبناء على ذلك يجذب شكل هذا المسجد ومظهره اهتماما كبيرا من السياح والزوار. وفي نشر الثقافة الإسلامية يعد المسجد مدرسة ومكبر صوت الإسلام، ومن خلال المساجد يمكننا إنشاء جيل شاب، جيل مسلم، جيل متدين، جيل محافظ على القرآن الكريم، جيل متوافق مع الإسلام والإنسانية. انسان سازگار بکنه و سازگاری بکنه و بسازه، میتونیم که از مساجد جور بکنیم.
نحن نتجه نحو مسجد الملا محمود الذي يزيد عمره عن 300 عام ويجذب جماله عيون كل من ينظر إليه. مكان روحاني يتميز بالعمارة الإسلامية والزخارف المغولية الهندية. من الأعمدة الخشبية والزيارة من فن الحفر في النوافذ والجدران وبناء هذا المسجد. كونوا معنا.